السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا النهاردة ضيف مميز جدا، باشمهندس مصطفى محمود، شغال كفرونت اند انجينير. اشتغل في شركات برا مصر، في دبي وفي اندونيسيا، وعنده خبرة سنتين. اشتغل برياكت ونيكست، أو من الناس المشهورة جدا والمؤثرة على لينكد ان، وعنده حوالي 20,000 فولورز. ازيك يا باشمهندس مصطفى، عامل ايه؟ خير والله يا باشمهندس، انت اخبارك ايه؟ كله تمام والله يعني بخير. جدا على الاستضافة الجميلة دي، وشكرا لوقتك، وان شاء الله يعني الناس تستفيد يعني. ان شاء الله بإذن الله. ممكن في البداية تعرفنا بنفسك؟ اوكي، انا اسمي مصطفى محمود. اتخرجت من 2024 من نظم معلومات إدارية. دخلت طبيعي يعني، ما كنتش محدد يعني التراك قوي، بس اشتغلت حاليا يعني في شركة في دبي، وبعد كده بعديها بفترة اشتغلت في شركة في اندونيسيا. بس يعني خبرة سنتين، واشتغلت برياكت وبنكست وشوية انجلر، وشوية باك اند يعني. تمام. أنت إزاي بدأت في المجال وإمتى؟ يعني أنت بدايتك كانت إمتى بالضبط، أو وبدأت إزاي؟ الحقيقة أنا بدأت من ثانوي. كانش لسه ساعتها عندي لابتوب، فكنت باذاكر من الموبايل. فطبيعي يعني كنت تايه ومش عارف أروح فين، ولا أعرف أي framework ولا أبدأ إزاي. بس يعني بدأت يعني وأنا في الكلية، actually في سنة رابعة. بدأت بقى آخد المجال بجد. طبعًا أنا كان عندي background قبل كده في الfront والback بس ما اشتغلتش، بس كان عارف الbasics يعني. بدأت في سنة رابعة بعد ما اتخرّجت. لقيت أول job يعني بعديها بكذا شهر. الحمد لله يعني ربنا وفّق. تمام، يعني أنت بدأت أصلًا في سنة رابعة، يعني أنت عن بالضبط. المجال بجد في سنة رابعة. يعني أنت في مثلًا في أولى وتانية كنت يعني تاخد الbasic وكده؟ كنت كل شوية أوقّف وارجع تاني أكمّل، والطريق أصلًا كان ضبابي، يعني أنا ما كنتش عارف يعني هاعمل إيه بعد كده. فأنا ما كنتش عندي حد أصلًا mentor ولا أي حد يقول لي إن أنا ماشي على الطريق الصح، فكنت بامشي شهرين والّا 3 وبعد كده أوقّف، وارجع بقى أكون ناسي كل حاجة، وارجع أبدأ تاني من جديد وهكذا. فاهم، فاهم المشكلة دي. طب أنت طيب أنت خلاص عرفت أنت عاوز تبدأ مجال إيه وكده. أنت لمّا بدأت تتعلم، بدأت إزاي تدوّر وإزاي اتعلمت أصلًا؟ فاهمني؟ أنت أنا خلاص بال عرفت إن أنت عاوز تخش مثلًا مجال الfront end مثلًا، أو الdevelopment عامةً يعني. أنا فب في البداية دخلت الfront end. طبعًا باشمهندس أسامة الزيرو يعني ربنا يبارك له. كان أول حد يعني يعرّفني يعني إيه برمجة، وبدأت يعني أشوف من كذا حد على اليوتيوب البرمجة دي إيه مستقبلها، طب إيه الroad map والحاجات دي. فبدأت آخُد قشور من كل track زي الback end، الDevOps، front end، كذا مجال. فلقيت نفسي الحقيقة في الfront end، وبدأت معاه HTML وCSS وJavaScript. بدأت بقى آخُد framework، وبدأت أطبّق على مشاريع أو projects. وبدأت بقى أشوف LinkedIn ده كنت أول مرّة أعمل LinkedIn، ما كنتش فاهمه. طبعًا أنا أخدت crash course فيه عشان أفهم LinkedIn ده بيشتغل إزاي، وبدأت أقدّم على jobs. هو أنت أصلًا عرفت LinkedIn منين؟ أنت عرفت أصلًا بعد ما عرفت أنت تتعلم front end وكده، جه الصدفة في إزاي؟ يعني اللي أنت كنت مثلًا سمعت حد بيتكلم عنه إن هو بيجيب شغل وكده؟ يعني أنا الحقيقة أنا كنت سامع عنه وأنا في ثانوي. يعني أنا حد حفروك شوية، اللي هو بيحب يدوّر، بيحب يتعلّم، بيحب يشوف حاجات جديدة. أنا كان عندي فكرة اللي هو LinkedIn ده بتاع الشغل وبتاع الناس الprofessional جدًا والشركات كلّها هناك، فكان عندي يعني background عن LinkedIn. بس ما كنتش عارف اللي أنا أعمل فيه إيه. يعني أنا حتى الCV أنا ما كنتش عارف هاعمل فيه إيه، ولا أكلّم حد، وما كانش حد أصلًا يعرفني لسه. فبدأت يعني اللي هو إيه، أغلط كتير لغاية لمّا اتعلّمت يعني. تمام. طب ماشي، احكِ لنا عن إيه أصعب فترة في البداية قابلتك، اللي أنت مثلًا متلخبط، تايه، ما فيش road map واضحة أنت تمشي عليها، اللي هو أنت مثلًا أي حاجة بتيجي قدامك تسمعها مثلًا على يوتيوب، تسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا، إيه الدنيا يعني، مشيت إزاي الفترة دي؟ هو الأول أنت بتختار أصلًا road map، تختاره على أساسها أنت هتمشي في أنهو track، سواء front end أو back end أو أي track تاني. فبتحاول تمشي على نفس الtrack، على نفس الroad map، وتشوف برضك كل جديد. طبعًا الكلام ده كان قبل الAI، أو لسه كان في بداية الAI. فأنت المرحلة دي صعبة جدًا. بيبقى فيها توهان كتير وشكوك في نفسك.
اللي هو أنت هتوصل والّا مش هتوصل، ما تعرفش حد أصلًا في المجال، ما لكش قرايب في المجال، فما حدش عنده أصلًا تجربة ولا حد عنده الرؤية اللي هو يساعدك ويفيدك، فاللي هو أنت بتخش وبتخبّط، فأنت لازم تجرّب ولازم تسأل. طبعًا الكلام ده من بدري يعني، بس دلوقتي الدنيا أسهل بكتير، بس بدايات يعني دايمًا بتبقى صعبة، فأنت لازم تستحمل يعني الملل، ولازم اللي هو ما تيأسش، يعني أنت تكمّل وبس اللي هو تمشي وتسمع لناس هم already شغالين في المجال، فهُم أكتر ناس يعني هيعرفوا يفيدوك. طب أنت دلوقتي يعني مثلًا أنت عملت إيه، إيه اللي حصل؟ أنت دلوقتي رُحت كلّمت حد مثلًا على LinkedIn أو مثلًا أيًا كان سألته قُلت له أنا واقف في الحتّة الفلانية دي مثلًا وعاوز أبدأ في كذا، كذا، كذا والّا عملت إيه؟ في أول job والّا فين؟ لا، لأ، في البداية أنت أصلًا لسه بتتعلّم، أنت قُلت لي أنت سمعت الباشمهندس أسامة الزيرو على اليوتيوب أعتقد صح؟ آه. تمام، بعد كده بقى أنت رُحت سألت حد والّا إيه اللي حصل؟ فاهم أنت الفكرة؟ يعني احكِ لي القصة دي. actually يعني أنا ما كلّمتش حد عشان طبيعي ما حدش كان يعرفني ولا حد كان هيرُد عليّا، بس هو كان في كذا events GOG بتاع DevOps بتاع اللي هو بيتعمل في إسكندرية في الأكاديمية البحرية، قابلت فيه باشمهندس عصام. طبعًا أنا كنت باحبه وباشوف الفيديوز بتاعته، هو track iOS وغير التراكي، بس هو أنا باحبه يعني على المستوى الشخصي غير كلام يعني من من أرض السوق، اتعلمت منه كتير، فأنا يعني أول ما عرفت اللي هو رايح الevent ده وهيكون speaker فاللي هو أنا ما اترددتش ورُحت على طول، كنت لسه ساعتها في الكلية في آخر سنة أو في سنة تالتة، حضرت له وبعد كده بعد ما خلّصنا فضلت باسأله، وطبعًا كان في باشمهندس أبو سريع ده في الtrack برضك الfront end بتاعي، فالاتنين سألتهم الحقيقة كتير وطارق العبد ال3 سألتهم، حاولت اللي هو أطلع بأقصى استفادة منهم، اللي هو أعمل إيه في السوق، أقدّم نفسي إزاي، الCV أعمله إزاي، طب إزاي أجيب أول شغل، طب السفر فعلًا مهم والّا لأ، يعني هُم فادوني الصراحة الوقت ده، بس برضك أخدت الكلام وبرضك ما طبّقتش بيه، يعني أنا لو كنت طبّقت بيه كان زماني اشتغلت قبل ما أتخرّج، ولكن كنت لسه يعني موضوع اللي هو أبدأ شوية بعد كده أرجع شوية، فده يعني يدل اللي هو لازم يكون عندك mentor عشان تعرف يعني توصل أسرع ويحط لك road map أسرع، فبس يعني دي كانت البداية، بدأت اللي أنا أخبّط بقى على LinkedIn، بدأت أخُش أكلّم على ناس، طبعًا الناس ما كانتش بترُد عليّا، واحدة، واحدة بدأت أحضر events، إزاي أضبّط الCV، وبدأت أقدّم، طبعًا ما حدش كان بيرُد، في مرّة كنت ماشي هنيجي في حتّة التقديم دي قدّام. أوكي ماشي. طب احكِ لنا إيه أكبر صعوبة واجهتك وأنت بتدوّر على شغل؟ يعني أنت إيه المشاكل اللي واجهتك وأنت اتعاملت معاها إزاي؟ يعني بصراحة كانت مشاكل كتير جدًا، اللي هو من ضمنهم ما كانش حد بيرُد عليّا، ومش عارف أنا مضبّط الCV ومش عارف هو أصلًا كويس والّا مش كويس، حلو للATS والّا مش حلو للATS، بيعدّي من حاجات ومش بيعدّي من حاجات، بس actually ما حدش كان بيكلّمني أو كان بييجي لي rejected على طول، فأنا ما كنتش فاهم فين المشكلة، بس هي أول شغل من حتّة اللي هو ما فيش فلوس، ما فيش دعم حواليك، ما حدش مصدّق أصلًا اللي أنت بتعمله. حواليك أصلًا ما يعرفوش مجال البرمجة، اللي هو ما حدش أصلًا مصدّق اللي أنت هتوصل في مجال البرمجة في أي حاجة، اللي هو الطبيعي اللي أنت تخش ثانوي بعد ما تخش ابتدائي وتخش إعدادي وثانوي والكلية، وبعد ما تخلّص اللي هو اشتغل أي حاجة بقى المهم أنت تجيب فلوس وخلاص، يعني اللي هو ده الطبيعي التسلسل الطبيعي، ولكن يعني اللي هو أنا اخترت طريق غير اللي أهلي وغير الناس اللي حواليّا متعودين عليه، موضوع الشغل ده ليه قصة لوحدها يعني، بس أكتر حاجة فرقت معايا إيماني بربنا وإيماني بنفسي، اللي هو أنا أستاهل إن أنا أوصل لحاجة كويسة، وأوصل لشغل كويس، الحمد لله يعني ربنا وفقني، بس أنت حاول اللي هو تقدّم كتير عشان الشركات أصلًا مش هترد عليك، طب أنت كنت آآ بتدوّر إزاي يعني؟ كنت بادوّر على LinkedIn عادي، طبعًا أنا ما كانش عندي network خالص، ما كنتش أعرف حد ولا حد يعرفني، فكنت بادوّر على LinkedIn عادي، مرّة مع مرّة قدّمت كتير جدًا وخلاص، يعني أنا كنت بايأس إن أنا مش هالاقي حاجة، هو الفكرة ماشي، ولقيت أنت مرّة واحدة دلوقتي بتدوّر، يعني الناس لمّا تسمع يعني الفيديو هي مش فاهمة أنت بتدوّر إزاي، فاهم؟ يعني أنت بتعمل إيه بالضبط؟ أنت بتفتح LinkedIn دلوقتي بتكتب إيه، يعني بتدوّر إزاي؟ يعني أول شغل الحقيقة أنت بتجرّب كل الطرق، يعني كل حاجة لازم تجرّبها، أول حاجة اللي هو لمّا
لو أنت ما عندكش ناس كتير على LinkedIn فأنت حاول تضيف manager team leads HR 3 position فاللي هو أنت لازم تكلمهم كلّهم، plus اللي أنت هتخش برضك على الjob وتكتب front end engineer وتخش وتشوف الjob description وبعد كده تعمل apply. طبعًا تكون مضبّط الCV قبليها، بس يعني في أول شغل ليك لازم تجرّب كل الطرق. طب ماشي، ممكن تقول و لنا الطرق دي إيه هي بالضبط؟ اللي هو تخش تكلم الmanager لو أنت محتاج حد في الteam أنا باعرف أعمل 1، 2، 3 وده الportfolio وده الشغل بتاعي، يكون interesting يعني لو اشتغلت مع حضرتك، برضك نفس الكلام للHR يعني أنت ناس كتير بتقول لك اللي هو الHR هو اللي بيخش يبعت لك job offer وكده، لأ هو الموضوع مش كلّه كده، دي في حالات معيّنة وlevels معيّنة. طبيعي جدًا إن أنت تخش في الأول وأنت اللي تخش تكلمهم، وطبيعي برضك هُم ما يردوش عليك، عشان هو العدد كتير جدًا، فأنت حاول اللي هو تكون مميز، مميز بقى على LinkedIn، بتنزّل content، عامل دوشة، الCV بتاعك أحسن، بروجيكتات أقوى، and so on الحاجات دي يعني بتفرق، بس أول شغل فأنت بتعمل كل اللي في إيدك واللي مش في إيدك. وطبعًا بتكلّم ناس وبتتعرّف على ناس، بس دي الحتّة دي هنيجي لها يعني بعدين. فكرة يعني ما تيأسش وجرّب كل الطرق وهي هتيجي لك في الوقت أنت مش متوقّعه، وهييجي لك في الوقت اللي هو المناسب ليك أنت تحديدًا. تمام، يعني أنت دلوقتي مثلًا بتخش الشركة على LinkedIn، هي بيبقى ليها مثلًا page صح؟ بتخش تشوف مين مثلًا شغال junior، مين senior، مين team lead وهكذا، فبتعمل connection للناس دي، صح كده؟ مضبوط، مضبوط، أنت لازم تضيفهم عندك، وبعد ما تضيفهم اللي هو تخش تكلمهم وتعرّفهم بنَفْسك، وأنت بتعرف تعمل إيه، يعني حاول اللي هو تبيع نَفْسك، فاهمني؟ طبعًا للشغل يعني، بس هي أول شغل أنت لازم تجرّب كل الطرق اللي أنا قُلت لك عليها، اللي هو تضبّط LinkedIn، كل السكاشن يعني إحنا دلوقتي في 2026 ما ينفعش ما يكونش عندك LinkedIn مش مضبوط، مش مقبول خالص، فبتضيف بقى الmanager والteam lead والHR وال3 acquisition ف وبتخش بتبعت لهم الCV وبتخش بتبعت لهم message لطيفة كده، وطبعًا لو أنت عايز تشتغل في شركات معيّنة فبتخش وبتعمل follow وبتشوف كل جديد وتشوف الناس اللي شغالين فيها وتخش تسألهم tips and tricks طب إزاي أعمل كده، طب إيه رأيك في الCV ده and so on. تمام، مثلًا رسالة زي إيه يا مصطفى؟ ممكن تدّينا مثلًا مثال بحيث الناس تبقى فاهمة أنت بتقول إيه يعني، أو بتكتب إيه؟ يعني مثلًا أنا دلوقتي مصطفى محمود، اشتغلت في شركة في دبي، في شركة في إندونيسيا، لو أنت ما اشتغلتش خالص، فأنت هتخش تعرّفه بنَفْسك اللي هو أنا مصطفى محمود لسه متخرّج 2024 عملت project 1، 2، 3 الproject دي حاول اللي هو مش اللي هو to do list لأ، تكون بروجيكتات قوية وقدّمت feature يعني كويسة، اللي هو وحاول اللي هو تدمج الAI معاها، يعني حاول تعمل integration في الapp بتاعك. ده هيفرق جدًا، فبتخش وتعرّفوا على نَفْسك، ولو أنت برضك اتطوّعت في أماكن تانية، أنا interesting يعني لو في opportunity فتحت عندكم لو في opportunity فتحت عندكم أنا interesting جدًا، ولو تقدر يعني تقول لي feedback على الCV. تمام. الموضوع بسيط يعني على قد ما تقدر حاول توسّع الconnection بتاعتك، وحاول تخش تتعرّف على ناس جديدة already شغّالين. طب ماشي، طب خلّينا بقى نيجي لحتّة الإيفنتات، أنت حتّة إن أنت تتعرّف على ناس جديدة دي، هل لو أنت نزلت event مثلًا ده هيساعدك في حاجة زي كده؟ طبعًا هيساعدك طبعًا جدًا، وبالذات في الevents الtech طبعًا أنت بتكون الevent بيكون معروف من فترة أو قبلها بأسبوعين 3 أنت تكون عامل حسابك، يعني أنت عارف مين الناس اللي رايحة ومين الناس الspeakers مين أصلًا هم أصلًا بيستهدفوا مين، فأنت هتعرف أصلًا كل الlevels اللي رايحة الevent ده، فأنت بتجيب list كده وبتجمّع الناس اللي أنت هتروح تعرّفهم بنفسك أنت بتعرف تعمل إيه، شاطر في إيه الvalue الحاجات اللي أنت بتقدّمها. فاهمني؟ وحاول اللي هو بعد ما تخلّص معاه تاخد أي حاجة تتواصل بيها معاه سواء LinkedIn، واتساب، فيسبوك، أي حاجة، المهم بعد ما بتخلّص الevent وبعد ما تاني يوم يعني وبتبعت له message كده لطيفة إن أنت مبسوط إن أنت اتعرّفت عليه والحاجات الجميلة دي، هو هيفتكرك أكتر يعني وأسرع يعني. عاوز أقول لك كان الموضوع ده مهم جدًا، يعني أنا أصلًا اتعرّفت عليك عن طريق إن إحنا كنا بننزل إيفنتات والشباب برضه في مشروع سين، يعني
الموضوع جميل، يعني أنت بتنزل كذا event بتشوف مصطفى مثلًا، مصطفى صاحبه محمد مثلًا، بتتعرّفوا على بعض واحدة، واحدة بتبقى مثلًا ده connection أصلًا. مضبوط، ده حقيقي، يعني أنا لولا الcircle أصلًا ما كنتش أعرف ناس كتير، طبعًا مع اختلاف التراكات واختلاف الlevels، فحقيقي يعني الcircle دي اللي ما يعرفهاش ده community برمجة، يعني أكبر community في مصر، بتضم بقى iOS front end back end DevOps كل التراكات cyber security أنا كل بس على التراكات. فكرة. كل التراكات وكلّهم ما شاء الله عليهم جامدين جدًا technical وsoft skills ومكسّرين الدنيا أصلًا، فحلوة جدًا إن أنت بتخش وبتتعرّف على ناس وبيتكلّموا يعني في topics مهمة جدًا، وإزاي يعني توصل للشركات وإزاي تتنقل من شركة لشركة، إزاي تضبّط الCV، الsalary، الموضوع اللي عامل جدل كبير على LinkedIn. فالموضوع في حاجات إحنا بنتكلّم في حاجات مهمة جدًا وهتفيد جدًا أي حد، يعني إحنا بنستخدم أصلًا من أول الطلاب، يعني مش شرط حد شغّال، طلاب junior حتى لو fresh وsenior وmid level وtech lead، يعني أنت بتتعرّف يعني على كمية ناس كتير جدًا في وقت قصيّر، والموضوع لذيذ يعني، هيفيدك جدًا. هو الموضوع جميل جدًا، يعني دي فرصة كويسة أصلًا، مش لازم أنت مثلًا يعني إيه، تحُط نَفْسك في zone track معيّن، اللي هو إيه، أنا back end فعاوز أتعرّف على بتوع الback end بس، فاهمني؟ يعني مثلًا أنا بتاع مثلًا cyber security لأ، مش هاروح الcircle أو أروح مكان ده بتوع الdeveloper وبتاع، فاهم؟ عارف أنت في ناس مضبوط. بتفكّر الحتّة دي، لأ، اللي هو الموضوع أصلًا أوضة وصالة، اللي أنت ما أنت أصلًا حتى لو أنت مثلًا مجال cyber security والّا الpen test، ما أنت هتتعامل مع developer أصلًا، ما هو مين اللي باني الapplications، مين اللي عامل integration، والشركة أصلًا بتتكوّن من إيه، ما أكيد هتلاقي كل حاجة فيها، فاهمني؟ فدي فرصة حلوة اللي أنت تتعرّف على ناس في تراكات مختلفة، وتفهم هُم شغالين إزاي أصلًا، وهُم بيتكلّموا مع بعض إزاي، وهكذا. بحيث لمّا تيجي تتكلّم معاهم أو تتكلّم مثلًا، أو مثلًا أنت شغال في شركة واحتكيت بteam معيّن أو track معيّن، تبقى فاهم هُم أصلًا بيتكلّموا معاك في إيه وأنت بتتكلّم في إيه، فاهمني؟ مضبوط، كل واحد عنده perspective مختلف خالص، فاللي أنت أصلًا تتعرّف على ناس في تراكات تانية، فده مهم جدًا، جدًا، غير اللي هو اللي أنتم هتبقوا صحاب واللي هو هتبقوا لو في حد احتاج حاجة هيكلمه على طول، لكن أنت بتاخد أصلًا information عن تراكات كتير أنت ما كنتش واخد بالك منها، ممكن تكون عارف قشور بس أو الbasics، لكن هم أنت الحاجات اللي بتحصل في الشغل already عارف هُم بيتواصلوا إزاي مع بعض، فده هيفيدك جدًا، 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 وبالذات كsoft skills. بالضبط، حتى برضه في حاجات مشتركة، يعني أنت مثلًا أيًا كان الtrack بتاعك، أنت دلوقتي عندك مثلًا topic مثلًا إزاي أنت تتفاوض على الsalary بتاعك، إزاي تتكلم مثلًا مع الHR مثلًا في حتة الsalary، هو قال لك مثلًا أنت هتاخد X مثلًا، فأنت تقول له لأ أنا عايز X عشان هاضيف لكم 1، 2، 3 وهكذا. إزاي أصلًا تبعت إيميل للHR مثلًا والّا تتكلم إزاي، برضه في topics كتير بتتفتح، أنت إمتى تبقى يعني إيه، تبقى عاوز تبقى senior، إمتى أصلًا ينفع تقول على نفْسك senior وهكذا، فاهم الفكرة؟ يعني في طرق ده حقيقي. كتير هي مشتركة في كل حاجة. حقيقي، وكل واحد أصلًا جاي من background مختلفة تمامًا، طبعًا ما حدش بيحكم على التاني، وكل واحد بيتكلم بكل أريحية، بس يعني في يعني levels كمان الشركات مختلف تمامًا، يعني في ناس شغالة برّه مصر، في ناس شغالة في الخليج بس، في ناس أصلًا بتحب الcorporate، في ناس شغالة في startups، في ناس شغالة في الmultinational، فاللي هو أنت بتاخد كمية knowledge عمرك ما هتاخدها في course يعني حد هيديه لك سواء عربي أو English. موضوع مُعقّد. وبعدين أصلًا أنت حتى أنت مثلًا إحنا كنا بنتكلم في حتة إن أنت بتبعت على الناس على LinkedIn مش بيرد عليك، أنت مثلًا بتبعت على LinkedIn زي ما قُلت قبل كده، الناس ممكن ما تردش عليك خصوصًا في الأول، فدي فرصة كويسة اللي أنت أصلًا تقعد مع الناس أصلًا هي قاعدة قدامك، فأنت لمّا بتسألهم face to face لأ الناس كويسة بتجاوب عادي مهمًا كان يعني team lead والّا manager أو أيًا كان، لأ في ناس كويسة جدًا بتحاول تساعد، وأصلًا عاملين الموضوع ده عشان كده، فاهمني؟ فدي فرصة كويسة جدًا يعني. ده حقيقي، اللي هو أنت حاول اللي هو تطلع بأكبر استفادة ممكنة. الموضوع يعني على قد ما هو صعب بس هو سهل، أنت بس اللي مش عارف الموضوع بيمشي إزاي. يعني تخيّل نَفْسك مثلًا مكان الmanager أو الteam lead أو الHR 200 واحد بيبعتوا لي كل يوم، أنا هارُد على مين والّا مين؟ أنا هافتكرك إمتى مثلًا لو أنت مضبّط LinkedIn وكمان متفاعل على الcontent بتاعي، بانزّل post أو أي حاجة، ده باستمرار هيخلّيني فاكرك.
أو حتى حتى لو أنت مثلًا لو مش مش أشطر فاكرك حد، أوي، أنت مثلًا شُفت حتى لو الCV. أنت مش أشطر حد من ال 200 واحد اللي بعتوا لي، لو أنت مش أشطر حد لكن أنا هاكون فاكرك أنت. دي تريكاية، أقول الاسم دي ده دي أنا مهمة شُفته قبل كده بس. دي مهمة جدًا بجد، بالذات الناس الjunior والfresh، عشان بيبقى تايه ومش عارف أنا هاعمل إيه وأروح فين. طب ما هو في ناس كتير أشطر منّي، في ناس كتير أحسن منّي، لأ في مليون طريق ممكن تاخده، يعني حاول تخبّط على كل البيبان، بالذات في أول شغل ليك، بعد كده ربنا هيكرمك إن شاء الله، لكن في الأول أنت بتستخدم كل حاجة. تمام. طب أنت ما شاء الله يعني كنت دخلت انترفيوهات وكده، فممكن تقول لنا إزاي دخلت أصلًا انترفيوهات الشركات الكبيرة زي IBM، أمازون، ومايكروسوفت؟ احكِ لنا أنت أصلًا كتبت الCV إزاي، عملت إيه أصلًا عشان الCV بتاعك يعدّي؟ أوكي، هو في البداية الCV بتاعي ما كانش بيعدّي زي ما حكيت، ولكن هو في structure كده للCV، يعني مهم جدًا إن أنت تكون عامله. يعني أنا junior، فاللي هو طبيعي مش هيكون الCV بتاعي 3 صفحات، 4 صفحات، هو مش بالصفحات خالص، لكن يعني في structure معيّن للCV، فأنت حاول اللي هو تمشي عليه. مبدئيًا الCV يبقى صفحة واحدة، ده أول حاجة. يعني بعد اسمك والposition بتكتب summary كده بسيط، سطرين ونُص 3 maximum. بعد كده بتكتب الexperience، لو أنت ما عندكش experience بتحط البروجكتات. بعد الexperience بتحط الskills، وبعد الskills بتحط الeducation، وبعد الeducation بتحط الachievements بقى لو أنت طوّعت أو رُحت في أماكن اتعلمت فيها، طبعًا البروجكتات، كل ده في صفحة واحدة. وحاول تحط أرقام سواء بقى في الprojects، في الexperience، أي حاجة، حاول تحط أرقام. طبعًا بقى بتجرّب بقى الATS، ويعني بتشوف بقى هيجيب معاك score كام، ولكن أنا قدّمت عادي زي ما الناس كتير بتقدّم، لكن عشان عارف أنا الstructure بتاع الCV بيبقى عامل إزاي، وهُم بيبصوا على إيه، فأنا مضبّط الCV already الحمد لله. فالCV عدّى من الscreen، وده الحقيقة أنا ما كنتش متوقعه خالص. يعني هو دخل عدّى من الscreen، جالي الmail اللي هو عدّى من الscreen، اللي هو هنخش يعني للمرحلة الجاية، اللي هو الassignment. بعد كده دخلت الassignment كان problem solving، أديته الحمد لله. وبعديها بقى بنخش بقى الinterview بقى، يعني شوف بقى الbackground بتاعتك، الexperience، كل حاجة عنك، وبيسألك شوية أسئلة كده technical أو soft skills على حسب الحالة يعني. بس يعني في كل شركة في 3 يعني 3 ل4 أو 5 انترفيوهات، فالموضوع صعب، الموضوع صعب وبياخد وقت، ومش بيرُد عليك في وقتها. يعني هو موضوع مثلًا ما بين الinterview والتاني ممكن أسبوعين، 3، وأحيانًا شهر. فالموضوع يعني بصراحة على قد ما أنا زعلت، اللي هي فرصة كانت هتغيّر حياتي، واللي هو الbig dream بقى اللي هو أشتغل في شركة multinational وشركات كبيرة، وهاتعلّم كتير، ولكن الحمد لله ده نصيبي. بس اتعلّمت كتير الحقيقة، اتعلّمت كتير، وبالذات اللي أنا إزاي أفكّر، وإزاي اللي هو يكون عندي mindset اللي أنا أحسّن من نَفْسي على طول، واللي أنا أكون أصلًا جاهز للفرصة. يعني عادي، يعني ممكن الفرصة تيجي لي بس أنا مش جاهز. اتعلّمت كتير يعني سواء بقى في Microsoft، Amazon، IBM، وIBM الأخيرة وصلت للfinal، ولكن يعني توفيق ربنا ما اتوفّقتش، ولكن الحمد لله اتعلّمت كتير برضك، ويعني وأدينا بنحاول يعني. هو بيقول بس لك يعني HR أو recruiter اللي بيكلمك بيقول لك الgap اللي عندك، يعني أنت مثلًا بيقول لك ليه إحنا مش هنكمّل. لا، لأ، الحقيقة اللي هو بيقولوا اللي هو إحنا هنختار candidate تاني، مش بيقول لك السبب، مش بيدّيك feedback direct كده عشان 1، 2، 3. دي الشركات الكبيرة يعني، هو لو حد دخلها فأكيد عارف يعني المعلومة دي. ما حدش يعني بيقول لك الfeedback إلا لو حد interviewer، حد من الmanager يعني تواصلت معاه LinkedIn، وبرضك مش هيدّيك برضك السبب، بس يعني أنت بتبقى عارف فين المشكلة. سواء بقى soft skills ناقص، محتاجين خبرة أكتر، technical أشطر، حاجات أنت ما عرفتش تجاوبها. أنت بتكون يعني يعني من كل interview والتاني بتكون أنت حاسس أنت وقعت في إيه. ماشي، هو حتّة الأسئلة الtechnical دي أنت هتفهمها، عادي هتفهم أنت ما جاوبتش على إيه فهتدوّر عليه، بس حتّة الsoft skills يعني أنت هتعرف إزاي؟ ممكن مثلًا أنت طريقتك مثلًا أو أنت اتكلمت بطريقة ما ينفعش تتكلم بيها، فدي مش هتعرفها فاهم؟ يعني أنت برضه ما
أو التجربة، فاهمني؟ بُص، هو في البداية اللي هو بيكون عارف اللي أنت لسه في الأول، واللي أنت برضك ما عندكش الknowledge الكافية اللي أنت تكون soft skills أجمد حد، بس هو أنت تدّيني قشور، يعني اللي هو أنت ما تكونش قاعد مش عارف تتكلم كلمتين على بعض، فاللي هو أوكي أنت شاطر وكل حاجة بس أنا مش فاهمك، ده رقم 1. تاني حاجة الbody language بتاعك برضك بيفرق جدًا. يعني أصلًا فكرة إن أنت تكون مبتسم للشخص اللي قدّامك حتى لو لسه هو ما سألكش أو هو بيسأل وأنت مبتسم كده ابتسامة خفيفة، فده برضك بيفرق، حركات إيديك برضك بتفرق، يعني حاجات بسيطة بتفرق، مش ده اللي هيخلّيك تترفض، بس هي الفكرة تحاول تطلّع أحسن ما عندك، هي الفكرة لازم تكون محضّر كويس ولازم تكون متمرّن على كذا interview بالشكل ده. طبعًا أنا كنت أول مرّة وما كنتش عارف أعمل إيه، طبعًا شُفت videos وقريت articles وحاجات تانية، بس برضه ما كانش عندي الknowledge الكافية اللي أنا أصلًا كنت خايف ومرعوب. أيوه، أنا آآ باتكلّم في النقطة دي، اللي أنت أصلًا خايف أصلًا اللي أنت تخُش حتّة أنت أصلًا ممكن تبقى شاطر، بس هو أنت في الinterviews أنت بتتوتّر، اللي هو إيه. ده حقيقي، بس ده هييجي مع كتر الinterviews. أنا فاكر في أول interview جالي وأنا في الشركة اللي أنا كنت شغال فيها شركة يعني وأنا في الدراسة، مجال تاني غير البرمجة. دخلت بعتّ للCEO للشركة واللي أنا شغال عندك في الشركة، واللي أنا لسه متخرّج واللي أنا interesting لو في return أو position junior. فهو عدّى شهر و2 أنا نسيت بقى اللي أنا بعت له، فلقيت حد بيكلمني الmanager بتاع الIT كلمتني وقالت لي: "عايزين نتعرّف عليك، طب تعالَ لنا إمتى؟" تمام، فرُحت وأنا في الinterview كنت مرعوب جدًا، كان أول interview في حياتي. يعني أنا كنت شغال shift بالليل، بعد ما خلّصت بالليل يا دوبك روّحت أخدت دُش، بعد كده نزلت تاني ورُحت الinterview اللي هو أنا أصلًا أنا مش عارف أتعامل إزاي، أصلًا زمايلي اللي كانوا هناك كانوا مصدومين، اللي هو أنت إزاي عملت كده، أنت إزاي دخلت جوّه للإدارة؟ الموضوع كان كبير جدًا على فكرة، فدخلت وكنت متوتر جدًا، فأنا كان معايا اللابتوب، فأنا لمّا دخلت سلِّمت عليها، أنا مش عارف أقعد والّا ما أقعدش. بعد كده طلّعت اللاب بعد ما قعدت، فتّحت اللاب وطلّعته على المكتب، فباقول لها على الشغل على طول، فبتقول لي: "اهدى، اهدى يعني ثانية نتعرّف عليك الأول." فأنا كنت مرعوب، أنا عارف وأنا كنت محضّر، بس أنا من كتر الرهبة ومن كتر التوتر، فالموضوع باظ منّي. حتى لمّا هي سألتني حاجات basics يعني أنا عارفها، بس أنا نسيت كل حاجة، هي لمّا سألتني أنا نسيت كل حاجة. فده هييجي مع كمية الinterviews اللي أنت هتدخلها. هو ف الموضوع أصلًا تدريب، اللي هو أنت بالضبط، حاجة أنت هو practice حتى لو أنت هتموت على opportunity معيّنة، حاول بقى تختار mentor يعمل لك ممكن interviews سواء بقى على اليوتيوب أو أي حد أو يعمل لك يعني ممكن interviews فهيفرق معاك جدًا وهيحدد مستواك بطريقة أنت مش متخيلها. طب ماشي، بما إنّك أنت اتكلّمت عن الموضوع ده، طب ما أنا هاجيب mentor منين يا مصطفى؟ هو في ناس أصلًا بتكون أصلًا عاملة الموضوع ده free وفي ناس عاملاه بفلوس كده معيّنة، بس الموضوع مش كبير ومش غالي، فأنت بتختار شخص already شغال وعاجبك الjourney بتاعته وخبرته واثق في خبرته، فأنت بتدخل له وبتحجز معاه وبتschedule وبعد كده خلاص يعني بتخش وهو بيقول لك هتعمل 1، 2، 3 بعد كده هتذاكر 1، 2، 3 بعد كده نخش سوا، يعني هو بس الأول بيعرف نقاط ضعفك ونقاط قوتك بيحددها فين وبيقول لك المشكلة، فأنت بتصلّحها وبتيجي لي تاني، ماشي ده. مرّة مع مرّة هتلاقي نَفْسك أحسن، هتلاقي نَفْسك أصلًا واثق من نَفْسك، وهتتعوّد أصلًا على فكرة الinterviews. أنا ما كانش عندي أصلًا فكرة حد ما كنتش عندي ما أعرفش حد، فطبيعي اللي هو أنا هاخُش أنا باخبّط وما أعرفش هاوصل والّا لأ ومش عارف أكلّم مين، فأنا كنت دخلت تاني بالتجربة، التجربة الصعبة، فدلوقتي يعني الدنيا أسهل بكتير. ما هي دي مشكلة فما برضه يا تضيّعش مصطفى، عشان بتضيّع عليك فرص. أنت مش كل يوم هتخش interview، مش هيبقى في فرصة في الشركة كل شوية، أنت عشان تجيبها أصلًا الموضوع مش سهل، فحتة إن أنت تلاقي شخص يساعدك، إن هو أصلًا يقول لك تعمل إيه في الinterviews وتتكلم إزاي وأنت محتاج إيه وكده، دي مهمة جدًا. يعني كان نفسي يحصل لي حاجة زي كده، بس أنا برضه زيك برضه دخلت بالطريقة الصعبة، يعني اللي هو كنت أخش الinterviews تمام، بتقع مني حاجات عبيطة يعني اللي هو فاهم، بس عشان مش عارف يعني، أنا ما أعرفش.
ده بالذات حقيقي، ده حقيقي. أنا برضك ما كنتش عارف أسأل حد، حتى اللي سألتهم ما كانوش بيردوا عليَّ، وما أعرفش حاجة خالص. يعني طَب أنا أعمل إيه، المفروض أعمل إيه؟ يسألوا أسئلة عاملة إزاي، وأنا يعني أنا داخل خلاص أنا بقى بافكّر في مستقبلي، اللي هو مستقبلي هيروح بسبب الطريقة دي، وكمان أنا مش واثق من نفسي كفاية، مش واثق من نفسي اللي أنا هأدّي بشكل كويس، حتى أنا عارف الإجابات الأسئلة اللي هُم هيسألوها، بس أنا مش قادر أرُد، أو أنا بانسى وهُم بيقولوا لي بيسألوني. فأنت دي هتيجي معاك من كتر الinterviews ومن كتر ما أنت هتترفض. يعني أنا فاكر بعد ما أخدت أول rejected أو تاني rejected، كنت بادخل في حالة سيئة جدًا، كنت بادخل في mood وِحِش وباقعد أسبوع، أسبوعين ما باذاكرش ومش طايق حاجة ومش طايق حد، كنت باروح حتّة وِحشة جدًا، مع إني ما أعرفش إن أصلًا ده الطبيعي، ده الطبيعي اللي أنت لازم تمُر بيه، وهتاخد rejected لغاية لمّا جسمك ينحّس يعني. الموضوع ما تاخدهوش بشكل personal، أنت بس كمّل واسعى وجرّب طرق تانية، وحاول تثق في نَفْسك وتحضّر الإجابات وتراجع كويس، وهتلاقيها ضبطت في مرّة، حقيقي هتلاقيها ضبطت في مرّة. آمم، يعني السوق صعب، تمام، فحاول اللي هو إيه تكون خفيف، وما تسألش أسئلة اللي هو أبدأ إزاي أو أبدأ منين. الحاجات دي خلاص يعني الموضوع ما حدش المفروض يسأل الأسئلة دي، كل حاجة دلوقتي موجودة، فأنت ما لكش حِجة أصلًا، أنت ما لكش حِجة إلا بقى لو حاجات بسيطة، يعني حاجات تريكات بسيطة، تعالَ واسألني وهاجاوبك. لكن اللي هو أبدأ منين، أبدأ إزاي، طب إيه رأيك في الكورس ده والّا الكورس ده؟ فالموضوع مش كده. ابدأ يا باشا، ابدأ وشمّر إيدك وشحّم إيدك زي ما بيقولوا، اللي هو واشتغل، هي هتيجي مع الممارسة والتجربة. بالضبط هو أنت لمّا بتروح تسأل حد أو مثلًا بتنزل تشوف معلومة هنا والّا هنا بتاع، فأنت مع الوقت خلاص بتفهم يعني إن الموضوع أصلًا بالضبط، أنت بتكوّن أصلًا mindset، بتكوّن mentality، أنت بتسمع من كذا حد، يعني أنت مش بتسمع من حد واحد، وبرضك بتثق في الشخص اللي هو اللي بيتكلّم، تشوفوا أصلًا الbackground بتاعته كانت عاملة إزاي وصل لإيه وحقق إيه في حياته. ما عادي ممكن يكون حد كويس جدًا كtechnical، بس هو شخص نَفْسه مش أحسن حاجة، إمم. أنت فاهمني؟ فعادي يعني الموضوع إن أنت بس تاخد الحلو وترمي الوِحِش، بُص هي خُد برضه الحلو. فكرة السوشيال ميديا يا مصطفى مثلًا كل شوية تلاقي واحد يقول لك اتعلم برمجة في 6 شهور و4 شهور وهتشتغل وبتاع، أنت عارف أنا عاوز أقول لك حتى لو سنة أنت أصلًا يعني السنة دي مش كبيرة يعني مش رقم كبير، اللي هو أنت أصلًا عقبال ما تتعلم وتعرف ناس وتعرف السوق ماشي إزاي وكده، لأ أكيد مش هتاخد سنة بس ده هتاخد أكتر كمان، فهو إزاي الناس بتقول 6 شهور و4 شهور فاهم الحتة دي؟ بالضبط، بس هُم بيتكلّموا على لو أنت مش هتتعلّم أساسيات، مش هتتعلّم الbasics، اللي هو أنت هتبدأ على طول HTML، CSS، JavaScript، بعد كده الframework، وبعد كده خلاص وبتعمل CV وبتقدّم، وبتعمل كام project وخلاص. هُم بيقيسوا المقياس ده، ولكن جايز إن أنت تشتغل، بس ده مش هيدوم معاك. يعني أنا ما بدأتش يعني بعد بدأت HTML وCSS وJavaScript، وبدأت شوية من الframework، بعد كده رجعت تاني بقى اتعلّمت data structure وalgorithm وطبّقت بإيدي كتير. يعني فرقِت جدًا، جدًا في الmindset بتاعتي وفي طريقة الproblem solving. طبعًا مش كلّها هتشتغل بيها في الشغل أو معظمها، أنت مش هتحتاجها أصلًا في الشغل، بس هيكوّن عندك أصلًا engineer بجد. يعني هتقدر أصلًا بعد كده مع الAI لمّا ييجي يgenerate code، هتعرف أصلًا الfunction دي بتتكلّم عن إيه، هتعرفي أصلًا لو أنتِ شِلتِ حاجة مش هتبوّظ الكود كلّه. حاجات كتير، تفاصيل أنت مش هتحسّها غير لمّا تجرّب الموضوع وتتعلّم data structure وalgorithm. بس مش لكل الناس عندها رفاهية الوقت اللي هي تبدأ من الأول وتاخد سنتين وسَنة عشان تتعلّم وعشان تخُش في track أيوه، أيوه البرمجة. فاهمك، تمام. احكِ لنا عن تجربتك مع الDeloitte mentorship program أنت أصلًا دخلتها إزاي والّا عرفتها إزاي وإيه اللي حصل؟ الحقيقة أنا كنت شُفت الform اللي هُم نزّلوها، اللي هُم بيعلنوا اللي هو في mentorship. طبعًا قدّمت عادي زي كل الناس. الموضوع كان موضوع interesting جدًا بالنسبة لي، شركة كبيرة وفيها ناس ما شاء الله جامدة جدًا، فأنا أكيد هاتعلّم كتير. كان نِفْسي جدًا إن أنا أتقبل ودخلت الحمد لله ومليت الform أعطيته وقته جدًا. يعني كان في برضك ناس صحابي دخلوا وملوه، بس هُم ملوه كروكي كده، اللي هو ما عطيتوش حقه يعني، لكن أنا عطيت في كل سؤال عطيته حقه.
الحمد لله accepted، بعد كده دخلت، وبعد كده بعتوا لي بقى mail اللي أنا accepted، وبعد كده بيكون أقرب حد للtrack بتاعك. يعني كان في اللي هو باشمهندس عمرو خيري، يعني ربنا يبارك له، ده senior react native في Deloitte، فما شاء الله عليه يعني دخلت معاه، يبقى 2 session، كل session نُص ساعة، ولكن يعني زي ما بيقولوا كده بالحب كده الموضوع عادي ممكن يطول. وهو شخص يعني ما شاء الله يعني كويس جدًا، ومش بيتأخّر عليك في أي معلومة. اتعلّمت بقى منّه حاجات كتير، يعني الفرق مثلًا ما بين الjunior والmid، الjunior والsenior. طَب أنا أعمل إيه، طَب أنا هاتعلّم إيه، أنا تايه. بُص، أنا دخلت له حكيت له قصة حياتي، أنا مش عارف أعمل إيه، يعني ودّيني بقى، يعني أنا عايز أوصل، أعمل إيه بقى؟ هو الأول الصراحة يعني رتّب دماغي وقال لي step by step نمشي إزاي، نعمل إيه، اتعلّم الكورس ده الأول، بعد كده الكورس ده، لمّا تيجي تخش الinterviews تعمل 1، 2، 3. قال لي حاجات كتير الصراحة طلعت بmindset مختلفة تمامًا، على قد ما هُم 2 session، بس بصراحة كانوا فارقين جدًا، جدًا في حياتي. طب ف بُص فهو موضوع مهم جدًا، وديلويت بتنزّل كل فترة الmentorship، فأنت لازم تقدّم، هو في كل التراكات يعني مش في front end بس، في كل التراكات موجودة. فرصة حلوة جدًا طبعًا تفهم أصلًا، جدًا، جدًا. وبعدين Deloitte من الBig 4 ففرصة جميلة جدًا. لا، لا تحفة، ده هي حقيقي. شركة ما شاء الله حتى في مصر بيعملوا activities كتير، يعني أنا لمّا كنت باروح الevents كتير بالاقيهم على طول موجودين في أي حاجة، في أي event، أنت متخيل؟ ده وفعلًا حقيقي. الناس شاطرة جدًا هناك. تمام بُص يعني هاسألك كام سؤال كده، إيه الغلطات اللي بيقع فيها الناس المبتدئين في الinterview خصوصًا في الأول؟ يعني مثلًا قُل لي مثلًا الغلطات اللي أنت وقعت فيها وفهمت بعد كده اللي هي غلط، وبرضه إزاي إن الواحد يتغلب على حتة رهبة الinterview، يعني اللي هو يحاول يقلل التوتر وكده. مبدئيًا اللي هو ما تستعجلش، الاستعجال هيأخّرك. حاول اللي هو تمشي على road map وما تشتتش نفْسك، عشان هتلاقي كذا كورس حلوين جدًا، واللي هو أنا عايز آخدهم دلوقتي، ولكن استعجالك أصلًا، يعني أنت ما اتعلمتش JavaScript كويس، بعد كده نطيت على الframework. فلمّا تيجي تمشي شوية في الframework، أنت أصلًا هتلاقي الbasic أصلًا واقع عندك، اللي هو الJavaScript، أي حاجة أنت مش هتعرف تجاوبها. حاول إن أنت تطبّق كتير بإيدك، عشان دلوقتي الAI مش هيسمّي على حد، الموضوع كبير وبيطلّع، يعني هو بيكتب كل حاجة بقى خلاص، هو بيعمل كل حاجة، هو مش هيستبدلنا ولا حاجة، بس لو أنت مش مطبّق كويس ومش فاهم الكود اللي بيطلع منّه، فأنت هتروح في 60 داهية. فاللي هو لازم تفوق، ولازم تشتغل أكتر من كده، وتتعلّم أكتر. فاللي هو بطّل استعجال، ما تتشتتش، وهتلاقي يعني الدنيا اتيسّرت يعني. تمام. طب ماشي أنا باسألك إيه يعني مثلًا إيه يعني أنا مثلًا لسه واحد مبتدئ ودخلت interview، إيه الغلطات اللي أنا ممكن أتجنبها عشان الشخص اللي قدامي يعني ما يعتبرنيش إن أنا red flag، يعني مش هينفع أشتغل معاه، لأ الشخص ده مش كويس، وحتة برضه رهبة الinterview، جاوبني على الحتت دي يعني إيه؟ يعني على حسب skill الشركة وعلى حسب حجمها، ولكن أنت في الأول هُم عارفين إن أنت لسه في البداية، أنت بس أهم حاجة يكون عندك الknowledge الكافية بتاع الjob description اللي أنت قدّمت عليه. أنت وكمان بتحاول إن أنت تتواصل مع الناس على LinkedIn، الناس اللي already اللي شغالة في الشركة، فبتحاول يعني تعرف tips and tricks، الحاجات اللي بتيجي في الinterviews، أو هيبقى شكله إزاي. ولكن يعني خلّي ثقتك في نفسك قوية، وما تتهزّش عادي. لو أنت rejected عادي، أنت هتتعلم كده، كده. الفكرة إن أنت لازم تكون واثق من نَفْسك، وواثق من الإجابات اللي أنت بتجاوبها. يعني دي أهم factor الصراحة، هيفرق جدًا. الثقة بالنَفْس، الثقة بالنَفْس، يعني أنت مش واثق يعني أنت لو أنت عارف الإجابات بس مش واثق من نَفْسك، مش هتعدّي، يعني الموضوع هيتقفش، والموضوع مش هيبقى لذيذ. كتر الinterviews هتخلّيك أصلًا الرهبة دي بتتكسّر واحدة، واحدة، وهتلاقي نَفْسك واثق من نَفْسك أكتر. عندك knowledge كافية، عرفت الأسئلة بيسألوا إيه، بيتّكوا على إيه، الحاجات دي هتعرفها برضك. يعني الشخص يتوقع اللي هو مثلًا يحط أول 6، 7 interviews اللي هو إيه، أنت داخل تتعلم، يعني ممكن تتقبل وممكن ما تتقبلش، بس بعدين بالضبط، أنت داخل بتجرّب، بتشوف الموضوع، وتاني ما تاخدش الموضوع بشكل personal، اللي هو أنا ما رفضتكش عشانك أنت يا أحمد، اللي هو أنا مش باحبك، لأ، أنا مش شخصنها معاك خالص، ولكن أنا عندي شوية حاجات اللي هو لازم يكون
شخص يعني واثق من نفسه، عارف يشتغل، الcommunication بتاعه كويس، الEnglish تمام كويس، شوية حاجات كده مش هينفع أنزل عنها، يعني وكمان دلوقتي الAI بيعمل لي كل حاجة، فأنا مش هاجيب حد لسه هاعلّمه، أنت فاهمني؟ أنا عايز حد already شغال أو already هيخش مش هيتعبني كتير، آه بالضبط، أنت يعني ده فاهمني؟ أصلًا يعني الشخص الsenior لازم برضه أنت تبُص هو بيفكّر إزاي، أنا هاجيب واحد هيقعد يسألني كل شوية وهيقول لي دي بتعمل إزاي ودي فاللي هو أمّا لو حد شاطر أيوه، مثلًا هو طبيعي إن أنت تسأل، طبيعي إن أنت تسأل، بس سؤال عن سؤال بيفرق، اللي هو أنت ما تجيليش أبيض وتقول لي شغّلني في شركتك، لأ، ما أنا مش هاقدر أعمل ده، أنا كده هابقى باضُرّه. تمام. تمام، طَب تحب تنصح الناس تركّز على إيه أكتر، إن الCV والّا LinkedIn والّا مثلًا يهتموا بالCV بس وLinkedIn لأ؟ أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ بصراحة الاتنين مهمين جدًا، جدًا، والاتنين بيكمّلوا بعض، فما ينفعش حاجة تكون ناقص حاجة. الCV إحنا اتكلّمنا عنه والstructure بتاعه حاول تمشي بيه، برضك بعد ما تعمله اسأل ناس senior في الtrack بتاعك، وشوف حاول تاخد feedback. وLinkedIn يعني مش منطقي اللي هو إحنا في 2026 تكون ما عندكش أصلًا LinkedIn أو هو مجرّد حاطط صورتك وخلاص، فلأ، تملى كل السكاشن مش لازم أنت تنزّل content بس ولكن حاول اللي هو تكون بتتفاعل مع الناس، بتعمل كومنتات، بتخش بتقول آراءك، بتقول أي حاجة وبتملى السكاشن بتاع كل section الexperience الachievements الeducation حاجات كتير والskills طبعًا، فأنت وحاول تحط الkeywords بتاع الtrack بتاعك عشان كل ما بتزوّد الkeywords أنا كHR أو manager لمّا آجي أعمل research على حد في track معيّن الrank بتاعك على حسب الKPIs بتظهر لي. عاوز أقول لك آآ بمناسبة الحتّة دي كان لسه كان HR تقريبًا أو recruiter مش فاكر كلّمني على LinkedIn بعت لي رسالة قال لي إحنا في السعودية وكده بندوّر على هي مش سعودية تقريبًا هي شركة recruitment فكلّمتني وقالت لي إحنا بندوّر على حد بيتكلّم عربي وكويس يعني وكده في حتّة الoffensive security فبتقول لي إن هي كانت بتسيرش وكده على LinkedIn الaccount بتاعي ظهر قدّامها، فدخلت كلمتني، فاهمني؟ فاللي هو الموضوع لأ مهم طبعًا. ده حقيقي، وأنا ناس كتير كلمتني بسبب الLinkedIn مع إن في ناس كتير كويسة، ولكن عشان أنا مضبّط LinkedIn وإن أنا active شوية على ليه، فاللي هو ده فارق جدًا، فاللي هو بتختار حد شاطر technical وحد شاطر برضك soft skills وحد بيعرف يpresent نَفْسه ويتكلم عن نَفْسه وعن شغله and so on. فالموضوع بيفرق جدًا، جدًا. ما طب ينفعش تسيب حاجة يعني عشان في حاجة. LinkedIn أنت مثلًا الواحد يتفرّج مثلًا على crash course إزاي يملى البروفايل يخلّيه بشكل أحسن، مثلًا يسيرش إزاي يحسّن الsearch لو حد بيسيرش على يعني recruiter مثلًا بيسيرش على حد في مصر أو حد مثلًا في الوطن العربي وهكذا يعني، فيطلع له يكلّمه والّا يعمل إيه بالضبط يعني، فاهمني؟ في LinkedIn. أنت اللي هو الأول تضيف كل الناس زي ما اتكلمنا، تضيف كل الناس الHR والmanager والteam leads وحاول إن أنت تتواصل معاهم وتعرّفهم بنَفْسك، لو في position اتفتح في شركتهم، فأنت بتخش بتبعت message لطيفة كده باسم الشخص، تعرّفه بنَفْسك سريعًا وتبعت له الCV. يعني أنت في الأول يا مصطفى خلّينا كده نسهّل الموضوع، أنت بتحدد أصلًا إيه الشركات اللي مثلًا إيه شغّالة، أ يعني مثلًا إيه، أنت أصل أنت في الأول مش بتبقى عارف الشركات أصلًا. ده حقيقي، أنا في الأول ما كنتش عارف الشركات بالضبط. غير 2 أو 3 ولكن مع الوقت أنت هتبدأ تعرف الشركات الكويسة ومش الكويسة، وده هينتج برضك بعد الinterviews يعني بعد ما تخش interviews ده هيعرّفك الشركة دي كويسة، دي الsalary بتاعهم أعلى، الحاجات كتير يعني الenvironment بتاعتها مش كويسة بس الsalary كويس، الحاجات دي أنت هتعرفها لوحدك وكمان community زي الcircle فده بيعرّفك حاجات كتير برضك عن الشركات. وبرضك ناس كتير بتتكلم على LinkedIn عن الشركات ومميزات كل شركة، فأنت هتعرفها يعني مع الوقت ما تستعجلش، ولكن يعني أنت حاول برضك تتارجت كذا شركة أنت نِفْسك تشتغل فيهم، وحاول تتواصل مع الناس اللي already شغالة في الشركة دي، وتشوف هُم بيطلبوا إيه أو محتاجين إيه، فبس. طب هل personal branding بيفرق في الcareer
وهل فعلًا بيجيب لك شغل والّا مجرد بوستات وخلاص؟ على حسب أنت بتنزّل إيه، وعلى حسب أنت مستهدف مين، بس الحقيقي الpersonal branding بيفرق جدًا أكتر ما أنت متخيّل، مش مجرّد بس إن أنت هتتعرف أو أنت هتتعرف على ناس جديدة، ولكن هيبقى الأثر اللي أنت هتكون سِبت أثر كويس، وكمان هتعرف إن أنت حد شاطر، يعني أنا قابلت ناس كتير senior يعني مش هاتكلّم عن الlevel بتاعي، بس ناس senior شاطر جدًا، بس في حد senior تاني مش أشطر حد technical يعني أقل منّه technical ولكن معروف شويتين، فأنا طبيعي أنا كحد كHR أو كtechnical أو أي حاجة هاخد اللي هو المعروف وكويس technical مش باقول اللي هو ما بيعرفش technical بس كويس، ده أنا هاعرفه، التاني ده هاعرفه إزاي؟ أنا ما أعرفوش ولا أسمع عنّه ولا أعرف هو عمل إيه في حياته ولا عمل أي حاجة. أوكي، أنا عارف اللي هو شغال في كذا وكذا، بس أنا ما أعرفش عنّه أي حاجة، أنت فاهمني؟ هي أصلًا بتجيب لك opportunity جامدة جدًا، مش لازم تmatch نفس ال الtechnical بتاعتك، أنت فاهمني؟ فبتجيب لك opportunity وبتعرّفك على ناس جامدة جدًا وفي جميع التراكات، هي بتوفّر لك حاجات تانية كتير، وكمان لمّا بتيجي تخش تبعت صراحة على LinkedIn لو أنت معروف شوية فرصة إن الناس أصلًا تكلّمك وترُد عليك بتبقى كبيرة جدًا، حتى لو أنت دخلت لحد قُلت له ممكن تعمل لي referral في الposition المفتوحة عندكم في شركتك، لو لَك أنت تمام الprofile بتاعك كويس وإن أنت حد معروف نوعًا ما، هياخد الCV بتاعك، مع إن في حد أشطر منّك، بس هو مش مضبّط LinkedIn، بس لأ، أنا هاخد ده، أنت فاهمني؟ فأنت هتضيّع على نَفْسك فرص كتير جدًا، طبعًا مش باقول لك بقى خُد بوستات بقى من الAI ونزّلها واللي هو اعمل دوشة وخلاص وحاول اللي هو تركب الtrend وكده لأ، أنت حاول تعمل balance اللي هو تفيد حد وفي نفس الوقت أنت برضك بتسوّق لنفسك وبتسوّق لشغلك وبتتعرّف على ناس جديدة وبتنزل events، يعني حاول اللي هو إيه، نافس في الخير عامةً، يعني حاول إن أنت تسيب أثر وتعلّم غيرك، يعني أنا الحمد لله ناس كتير كنت باستغرب جدًا الناس كانت بتعملها 3، 4 صفحات وناس fresh عادي. اللي هو طب ومستغرب إن الناس أصلًا مش بترُد عليه، طب ما طبيعي أنت لسه fresh أو junior أنا هارُد عليك إزاي وأنت عامل لي الصفحات دي كلّها؟ فبدأت يعني أضبّط معاهم الCV والحمد لله ربنا جعلني سبب، والحمد لله يعني ناس كتير اتوفّقت ولقت شغل، فدي حاجة أنا مبسوط بيها جدًا الحقيقة. آه بالضبط، اللي أنت بتساعد حد هو كان في يوم من الأيام كان في مكانك وأنت يعني مثلًا أنت في البداية وأنا برضه ما كنتش أعرف حاجة، بس أنا فاكر الناس اللي ردِّت عليَّ، وفاكر كويس الناس اللي ساعدتني، وعمري ما هانساهم فاهمني؟ فدي حاجة إنسانية بعيدًا عن الشغل ولا التك أو أيًا كان يعني. ده حقيقي، ده حقيقي، وحقيقي فعلًا الشغل رزق، ويعني أنت على قد رزقك يعني ربنا هيكرمك وما حدش هياخد رزقك، عايز أقول لك عادي يعني أنت ممكن حد أصلًا يخش يكلمك وبيسألك على حاجات وأنت ترد عليه وكده وبتاع، وتلاقيه اشتغل في شركة وأنت مثلًا لسه ما اشتغلتش، وحصلت ده كتير، حقيقي. فاهم؟ ده حقيقي، وعادي يعني عادي لو أنا مثلًا ساعدت حد واشتغل في شركة كويسة، وبعد شهرين أو 3 الposition اتفتح عندهم، فهو افتكرني، فهو حَب يخدمني وعمل لي refer ودخلت واتقبلت واشتغلنا سوا، أنت بالضبط، فاهمني؟ أنت ما تعرفش أصلًا الرزق بتاعك هييجي لك منين ومن خلال مين، أنت بتحاول اللي هو بتخبط على كل البيبان، وزي ما بتيجي، يعني أنت ربنا قال لك اسعى يا عبد وأنا أسعى معاك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنت حُط في بالك رزقك مش هيروح لحد، حاول أنت بس اجتهد وتاخد بالأسباب وربنا هيكرمك كده، كده، وما تقلقش خالص على رزقك، ربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فأنت ما تقلقش خالص على رزقك، أنت بتاخد بالأسباب وربنا هيكرمك، أنت ما تعرفش رزقك من خلال مين أو عن طريق إيه، أنت بس حاول إن أنت تاخد بالأسباب، وكده، كده ربنا هيكرمك ورزقك جاي لك في الوقت المناسب، حاوِل بس تكون جاهز للفرصة لمّا تيجي لك عشان ربنا يكرمك. تمام. إزاي ممكن ندوّر على شغل remote؟ احكِ لنا بقى تجربتك وأنت عملت إيه يعني؟ في كذا website بيتكلم عن الشغل الremote وإزاي توصل له
ولكن موضوع اشتغل remote ده في الأول بيبقى رزق برضه، يعني الموضوع رزق. في الأول بيبقى الموضوع صعب إن أنت أصلًا أي شركة أنت عايز تشتغل فيها، سواء بقى on site hybrid remote أي شركة عايز تشتغل فيها عشان تاخد خبرة. إمم. ف ففكرة إن أنت تيجي لك remote أول حاجة دي حلوة جدًا، ولكن مش بنسبة كبيرة هتيجي لك في الأول، هي هتيجي لك بعد كده لمّا تكون معاك experience أكبر. ولكن أنت بتخش برضك على websites عادي وبتشوف شغل remote سواء بقى في الخليج أو أوروبا أو أي حتة أو حتى في مصر، بتقدّم عادي سواء على LinkedIn أو حد يعمل لك recommendation وأنت ونصيبك يعني. لكن الموضوع لمّا يكون معاك experience فالموضوع بيبقى أسهل بكتير الحقيقة، من أول سنتين وأنت طالع هتلاقي الموضوع سَلِس وهو أصلًا بييجي لك كتير. آه، ده حقيقة فعلًا كل فاهمني؟ ما experience. يعني وأنت fresh الموضوع بيبقى أصعب شوية، هو مش مستحيل، ولكن هو صعب شوية. ويعني وكمان مش بانصح حد اللي هو يكون في الأول يشتغل remote، برغم اللي أنا اشتغلت remote في الأول، بس في حاجات soft skills أنت هتفقدك يعني هتروح منّك وأنت مش حاسس. يعني أنا الحمد لله عشان اجتماعي شوية وبانزل events كتير وباحاول إن أنا أتعرّف على ناس كتير، وقبل كده في الكلية كنت اجتماعي وكنت باروح أحضر ندوات وevents. أنا عندي basics soft skills، فأنا عارف أنا إزاي أتعامل مع الناس وإزاي إن أنا أتعرّف عليهم. وما عنديش الرهبة إن أنا أخش أتعرّف على حد لأول مرّة. فالمَلِكة دي مش هتكون عند كل الناس. أنت حاول اللي هو تكون تشتغل من on site أو hybrid، فبحيث اللي هو أنت تتعرّف فيها على الenvironment ماشية إزاي، الشغل ماشي إزاي، عشان الشغل من ورا الشاشة بس، وبتخش بس الmeetings والstand up وكده. فالموضوع على قد ما هو حلو، بس مش هيفيدك أوي في المدى البعيد، بالذات كsoft skills يعني. تمام. أنا أصلًا كنت هاسألك أنت بتفضّل remote والّا on site؟ الحقيقة أنا بافضّل الremote، ولكن مؤخرًا بدأت اللي هو أميل شوية للhybrid، عشان زي ما أنا برضك باحب يكون في flexibility في وقتي، ولكن برضك باحب الناس وباحب إن أنا أتعامل معاهم وأحب إن أنا أنزل وأشوفهم. حتى لو إحنا يعني هنشتغل عادي وهنقعد كل واحد في مكتبه أو حتى مع بعض، ولكن ده هيفرق جدًا، يعني هيفرق جدًا في نفسيتك هيفرق جدًا في تعرُّفك على الناس. يعني أنا ممكن أعرفك بس من على السوشيال، ولكن لو اتقابلنا مرتين 3 العلاقة بتاعتنا هتروح في حتّة تانية يعني، اللي هو الموضوع هيبقى أسلس وأحسن من اللي هو أنا أعرفك بس من مجرد سوشيال وما اتقابلناش ولا مرّة أو حتى مرّة. بالضبط. فالموضوع بيفرق جدًا، جدًا. تمام. طب ممكن تقول لنا إزاي نعرف range المرتبات للposition اللي مقدّم عليه؟ أنت مثلًا عاوز تقدّم كfront end. طب ماشي، طب ما أنت مش عارف الrange كام مثلًا بتاع الشركة، طب هتتعامل إزاي ساعتها؟ طبعًا الحاجات دي بتكون معروفة من قبل ما تروح. ما أنت هتعرفها منين؟ سواء بقى أنت عرفتها من الناس اللي already شغّالة في الشركة، وطبعًا دول مش كلّهم بيقولوا لك الsalary أو حتى بيردّوا عليك، ولكن بيبقى في website برضك بيكون بيدّيك الrange ده مثلًا لو أنت مثلًا fresh مثلًا من 12 ل20، وعلى حسب برضك skill الشركة وحسب البروجكتات اللي شغالين عليها. فمش كل الشركات زي بعض، ولكن في تفاوت بسيط يعني. بس إحنا بنتكلم لكن على مصر. أيوه، ما هو مصر أهو 12 من 12 ل20.000، ده لحد فريش. يعني البيانات آآ دي أصلًا موجودة على website. بالضبط وأنا هابقى أشيّر برضك معاك الweb site اللي أنا باعمل باشوف يعني لو وفعلًا ده حقيقي الlevel فعلًا؟ ده حقيقي، بس مش كل الشركات هتدّيك نفس الرقم ده، على حسب الnegotiation بتاعك وأنت تتفاوض عليه، وبالذات في الأول أنت في منّك كتير. بالضبط آه، أنا آآ باتكلم في حتة الأول. فريش وjunior فاللي هو أنت هتقول لي رقم معيّن ويا تقبل بيه يا ترفض، فلأ، ففي غيرك كتير هادّي له نُص الرقم اللي أنت بتقوله ده وهيشتغل وهيدّيني وهيطلّع لي output وكل حاجة تمام. فأنت في الأول حاول اللي هو ما تبُصّش للsalary على قد ما تبُص للknowledge اللي أنت هتتعلّمها والsenior اللي هناك والenvironment. في حاجات كتير جدًا أهم من الsalary في بداية حياتك، فأنت ما تبُصّش للsalary دلوقتي. الsalary جاي كده، كده بإذن الله، ولكن أهم حاجة الexperience اللي أنت هتاخدها، ده الfactor الوحيد اللي هيفرق عنك وعن غيرك.
يعني أنت في الأول ما تهتمش خالص أنت هتاخد آه، كام. بس يعني ما ترميش حاجة يعني أرض، يعني ما تستهونش برضك بالحاجات يعني ما تدّينيش مثلًا 3000 جنيه أو 5000 جنيه، فالموضوع لأ، مش للدرجة. بُص أنا شُفت ده شركات أنا كمان شُفت كده، بس يعني هيدمّر وقت على حسب برضك الشركة وحسب الproduct اللي أنتم شغالين عليه. بس في غالبًا ناس بقى الشركات دي يا مصطفى يعني مش بتبقى حلوة اللي أنت تتعلّم فيها حاجة، أنت خالص، بتبقاش. خالص، وكمان هُم بيستغلّوا، يعني هُم حرام، يعني هُم بيستغلّوا مجهود الناس وتعب الناس، فاللي هو ليه يعني، ليه؟ اللي هو قدّرني وهادّيك عيني يا باشا، هادّيك عيني، هو بس الفكرة قدّرني. برضه الشخص اللي في الأول محتاج يحُط اسم اللي هو أنا وعشان فاهم، في ناس بقى كتير بتقبل بسبب كده، اللي هي مجرّد أي حاجة، المهم بس أحُط اسم الCV وإن أنا اشتغلت على الproduct الفلاني وعملت 1، 2، 3 وخلاص. في ناس بتقبل وفي ناس لأ، اللي هو لأ، أنا هاتعلّم شوية واصبر شوية وإن شاء الله ربنا يكرمني بحاجة تانية أحسن. طب أنا عاوز أسألك آمم حاجة في النقطة دي، هل أنت مع إن الشخص يخش أي شركة مثلًا زي اللي إحنا بنتكلم عليهم دول، والّا يتعلم يعني إيه يزود الknowledge بتاعته ويتعلم أكتر مع نفسه، ويحاول يعلّي من مستواه يعني، ويقدم في شركة يعني كويسة ب ومتوسطة محترمة يعني؟ بصراحة ظروف كل واحد مختلف تمامًا، هو يعني أصلًا الموضوع بيفرق، أصل أنت مثلًا لمّا تروح تيجي تقدّم في الشركة المتوسطة مثلًا أو شركة محترمة، ما هو هيقول لك أنت اشتغلت قبل كده والّا لأ، فاهمني؟ هو أقل حاجة فين الstudents activity أو فين الinternships اللي أنت أخدتها في الصيف؟ ما فيش، ما أنت أبيض. أنا كنت طالع أصلًا متخرّج، ما أخدتش بقى ولا internships ولا أي حاجة. أنا كنت باروح لدكتور سنان، كنت باعمل سناني، لقيت اللي هو أصلًا ما عندوش website، فاقترحت عنده الفكرة وفعلًا عملت له الproject كده صغنّن لعيادته. و ولقيت مرّة واحدة بقى عمّال أضبّط بقى LinkedIn وأقدّم كتير وأضبّط الCV لغاية لمّا ربنا كرمني بشركة دبي. فأنت كان في برضك experience اللي أنا اشتغلت freelance واللي أنا عملت كذا project. ف فده اللي أسعفني شوية، فاهمني؟ فالموضوع لو ما كانش في أصلًا experience ولا في freelance ولا أي حاجة، ما كانش هيتبص على الCV بتاعي، أنت فاهمني؟ وعلى آه. حسب ظروف كل واحد بقى في الوقت الحالي، يعني أنت لو خدت internships لا الموضوع هيفرق معاك جدًا، لو ما خدتش خالص فلأ، فأنت مضطر تقبل، مضطر تقبل بالذات دلوقتي. يعني لو من الكلام ده من 3، 4 سنين هاقول لك لأ الموضوع هيختلف لسه وهتلاقي شركات كتير وبتاع، ولسه يعني خبّط شوية. لكن دلوقتي السوق صعب، بجد يعني السوق صعب دلوقتي اللي معاه فرصة فيحافظ عليها بإيده وأسنانه. أنت أديك شايف الlayoffs الكتير اللي بيحصل في شركات كتير. فأنت أهم حاجة تاخد experience. الsalary ما تفكّرش فيه، صدّقني كده، كده جاي. يعني أنا فاكر أول بعد شركة دبي أو شركة أندونيسيا في بدايتها كان جالي كان في شركة في أمريكا كبيرة. أنا كنت لسه سَنة experience. شركة في أمريكا كبيرة بياخدوا salary محترمة جدًا، يعني كلّمت كذا حد من هناك. في حد كان شاب مصري برضك لذيذ جدًا، فكلّمني وقال لي كل حاجة في الشركة، بس هُم كانوا طالبين 3 سنين، أنا كنت سَنة، بس الCV عدّى من الscreening. ده بقى يرجّعنا اللي هو تكون عامل CV صح ومضبوط، وعارف هُم بيكونوا مطلوب إيه أو الjob description. يعني في كل job description على حسب أنت بتضبّط كذا حاجة كده في الCV عشان يعدّي من الATS. المهم الsalary كان كبير جدًا بالنسبة لي. ما اتوفّقتش، بس فكرة اللي هي تيجي لي كان حاجة كبيرة جدًا. يعني كان الsalary من $2000 ل4000، فالموضوع كان واو! ده أنا ده! اللي هو أنا ما كنتش مصدّق، أنت فاهمني؟ ولكن في salary محترمة وفي شركات كويسة. ولكن أنت بتاخد بالأسباب، ودلوقتي السوق صعب، فأنت لو عندك فرصة امسك بيها بإيدك وأسنانك، وحاول تتعلم كتير وتطبّق كتير وتقدّم على شغل وأنت معاها عادي، أنت فاهمني؟ بس يعني. تمام. أنت إيه رأيك طيب في حتّة الأساسيات، هل لسه مهمة في عصر الAI؟ هو لازم الشخص يهتم بالأساسيات خصوصًا في الأول، والّا زي الناس اللي تقول لك خلال 4، 6 شهور أنت هتتعلم وتشتغل وكده؟ بصراحة هي مهمة ومش مهمة، بمعنى يعني لو أنت عندك وقت برضك يعني حرام إن أنت تضيّع وقتك كلّه في الأساسيات.
أنت حاول توازي، حاول تاخد أساسيات وتاخد framework وتطبّق مع الاتنين، لو ما عرفتش فحاول اللي هو تتعلّم الbasics بعد كده تخش عادي في الframework تمام، وحاول اللي هو تسرّع نَفْسك عشان السوق دلوقتي صعب، يعني هو أصلًا ما حدش عارف بُكرة هيحصل إيه، يعني كل شوية في update جديد، في AI tools جديدة، فاللي هو أنت أصلًا مش ملاحق، ففكرة إن أنت تاخد وقتك بقى تاخد سَنة وسنتين في الdata structure والalgorithm وتطبّق براحتك وكده، فلأ، فالموضوع مش هيستنى حد الحقيقة، الموضوع غلط خالص، فاللي هو ولا كده ولا كده، تحاول اللي هو توازي، لو ما عرفتش حاول اللي هو تتعلّم بقى البداية عادي HTML CSS JavaScript وبعد كده الframework ولمّا ربنا يكرمك بشغل اتعلّم برضك الbasics، اتعلّم الأساسيات، لكن الأساسيات مهمة الصراحة، الأساسيات مهمة جدًا، بالذات أنت مش هتحس بيها في البداية، هتحس بيها بعد ما تبقى senior فاهمني؟ بس عاوز أقول لك حاجة، يعني مثلًا لو حد شخص لسه في كُلّية لأ، يركّز عليها طبعًا، فاهمني؟ إن هو عنده طبعًا طبعًا، طبعًا اتعلّم الأساسيات، الأساسيات مهمة جدًا، جدًا، بس برضك ما تاخدش سنتين أو سَنة، الموضوع الأوفر ده ما لأ يعني كده كتير. يعني مثلًا أنت في كُلّية حاسبات بياخدوا 4 سنين، آمم غالبًا ال3 سنين كلّها أساسيات. لا، لأ، الموضوع صعب، الموضوع بيطوّل جدًا وكمان ما حدش هيستنى حد، يعني الAI وخلاص إحنا ماشيين معاها ولازم نطوّر نفسنا على طول، فأنت هتقعد لي سَنة وسنتين في الأساسيات، فمش منطقي برضه. طب إلا بقى لو أنت بتعملها for fun بقى، لو أنت عادي بقى مش فارقة معاك تشتغل والّا ما تشتغلش دلوقتي، فأنت بتعملها for fun فيعني دي حاجة تانية. أيوه، أيوه فاهم. تمام. طب تنصح الناس تبدأ بإيه في الfront end؟ يعني تاخد framework إيه؟ وتختار على أساس إيه أصلًا؟ يعني أنت مثلًا في مصر، يعني أختار framework على أساس إيه؟ على حسب السوق وعلى حسب الفُرَص فين أكتر، ولكن الReact طبعًا فيها فُرَص أكتر بكتير عن Vue وAngular. Angular برضك كويسة طب وفيها أنت فُرَص بتعرف بس منين أصلًا إن هي بيبقى ما فيها؟ أنت بتشوف السوق، أنت بتشوف السوق وبتشوف الmarket إيه الjobs اللي بتنزل أصلًا في LinkedIn وبرّه LinkedIn والشركات بتطلبها إيه، يعني هو 3/4 الشغلانات React، React أو Next فكل الفُرَص React Angular في حاجات معيّنة، في domain معيّنة، اللي هو ده هينفعك وده هينفعك بس على حسب أنت بتشوف الفُرَص فين الأكتر وبتروح لها. ده في الأول وفي الآخر ده framework فاللي هو أنت مش هتكون متحيّز أوي للframework بتاعك عادي يعني أنت ممكن تتعلّم أي framework تاني فاهمني، حسب لكن الشغل الbasic طالب مني بقى اللي إيه؟ هو الbasics بقى اللي هي JavaScript تكون عندك كويسة، ده اللي هيخلّيك أصلًا flexibility إن أنت تتنقل ما بين framework والتاني أنت فاهمني؟ يعني أنت مثلًا الشخص يسأل أو يشوف الmarket بيطلب إيه أكتر بس. بالضبط، وروح له أيًا كان بقى الframework أيًا كان الframework Angular Vue React أي حاجة، المهم تشوف السوق طالب إيه أكتره وتروح تتعلمه، بالضبط، يعني ده اللي هيشغّلك. يعني ما تضيّعش وقتك وشوف الفرص فين الأكتر وخُش واتعلمها. تمام، ماشي. إيه أهم 3 نصايح لو حد لسه عاوز يبدأ ممكن تقولهم له؟ لو عاوز يبدأ مثلًا من السنة دي. يعني حاول إن أنت تتعرّف على الAI أكتر بكتير من قبل كده، اللي هو chatbot وكده، لأ أنت حاول اللي هو تدخّله في حياتك شويتين، اللي هو تتعلّم أكتر، وحاول اللي هو تpractice أكتر في البروجيكتات اللي أنت بتعملها، وحاول إن أنت تعمل networking، يعني الnetworking بيفرق جدًا، جدًا، جدًا أكتر ما أنت متخيّل، سواء بقى من events سواء من الcircle سواء على LinkedIn أيًا كان، حاول إن أنت تتعرّف على ناس، أنت مش متخيّل الnetworking بيفتح لك كمية فرص قد إيه. عايز أقول لك كمان اللي هو أنت ما تيأسش، أنا عارف الرحلة طويلة وصعبة، وبالذات اللي أنت لسه في الأول وما حدش مقدّر التعب اللي أنت بتتعبه والتشتُّت والضغط المجتمع واللي حواليك، بالذات في أول شغل ليك. أنا كنت زيّك يعني في يوم من الأيام، الحمد لله ربنا كرمني، يعني أنا لمّا جات لي بتاعة شركة دبي، كنت شايف موضوع الرزق ده بنظرة ضيّقة جدًا، كنت شايف اللي هو 1 زائد 1 يساوي 2.
دي حسابات الدنيا يعني، حسابات ربنا غير خالص، يعني 1 زائد 1 ما يساويش 2 خالص عند ربنا. آه، يعني أنت ما بتحسبهاش ربنا اللي أنا كريم. لو اتعلمت 1، 2، 3 بقيت كذا، كذا، بالضبط، كذا فأنت هاشتغل. هو آه. ربنا بيخلق الأسباب ومن غير الأسباب كل حاجة، يعني أنت بحساباتك أنت وبالمنطق بتاعك مش هتيجي، إمم. أنت مش هتعرف هي إزاي، ما تعرفش ربنا هيكرمك إزاي، وده حقيقي حصل معايا، يعني دي حاجة دي مأثّرة معايا وغيّرت الmindset وغيّرت تفكيري 180 درجة، يعني أنا من سنتين فاتوا أو من 3 سنين actually كنت شخص تاني. أنا لسه في السنتين اللي فاتوا دول بابدأ أتعرّف عليّا، أنت فاهمني؟ فأنا ما كنتش كده خالص، وبالذات اللي أنا جاي من background صعبة جدًا، فاللي هو محيط صعب، صحاب سوء، يعني حاجات كتير، تفاصيل كتير مش كتير يعرفها، ولكن يعني أنا جاي الناس اتخضّت منّي، الناس اتخضّت اللي أنا نجحت، الناس اتخضّت من اللي أنا عملته، اللي هو أنت عملت ده إزاي وإمتى؟ أنا نَفْسي ما كنتش متوقع إن أنا هاعمل ده. وكل ده مش بشطارتي خالص، كُلّه ده يعني توفيق وكرم ولطف من ربنا الحمد لله، يعني أنا سعيد وباخد بالأسباب وما كنتش متخيّل ربنا يكرمني كده، أنت ما تعرفش يعني ربنا هيكرمك إزاي وإمتى، أنت واحدة، واحدة على نَفْسك وما تستعجلش وربنا هيكرمك، أنت بس خبّط على كذا باب وما تقفش على باب معيّن اللي هو لأ، أنا عايز الباب ده اللي يتفتح لي، فهو مش هيتفتح لك، أنت لازم آآ تشوف طُرق وتشوف ناس و وعلى فكرة هي مش بالناس خالص ولا بالCV ولا بأي حاجة، أنت بس يعني حاول اللي هو إيه، تدعي كتير وتطلّع صدقة وحاول اللي هو تساعد غيرك حتى لو بمعلومة، إمم. ربنا هيكرمك، صدّقني والله ربنا هيكرمك ومش بشطارتك برضه ولا كtechnical ولا soft skills دي حاجة برّه عن إرادتك خالص، هو ده رزقك، أنت يعني معلش طوّلت في النقطة دي ولكن ده الfactor ده أنت لو الmindset بتاعتك مش قوية، أنت مش هتقدر تكمّل في المجال ده، المجال ده صعب، هو بيتغيّر كتير. صعب ومتغيّر كتير، وأنت لو نفسيتك أو دماغك مش جامدة أو قوية، لأ أنت مش هتقدر تكمّل في المجال ده، طول الوقت هتحس إن أنت مش كفاية، اللي أنت بتجري، وطول الوقت اللي أنت مش عارف أنت هتلحق إيه والّا إيه والّا إيه، فهتلاقي نفسك إن أنت مهما ذاكرت ومهما طبّقت، أنت برضك حاسس إن أنت متأخّر، أنت مش كفاية، طَب أنا أعمل إيه؟ فعادي، ده طبيعي، حاول بس ما تيأسش، ولو يعني لو الحياة عادي مش وردي بقى فيها ups and downs كتير، ولكن صدّق نَفْسك، وطبعًا صدّق في ربنا، وادعيه كتير، وطلّع صدقة، وصلّي قيام ليل، والشغل اللي في الأول ده هييجي، فاهمني؟ حاول بس أنت رتّب دماغك، وحاول تختار الدايرة اللي أنت بتقعد حواليها، واللي أنت بتسمع لها، يعني أنت ما تسمعش لحد ما دخلش المجال بتاعك، أو حد ما عملش الحاجات اللي أنت نِفْسك توصل لها، اقفل ودانك، هُم ما عندهمش التجربة، ما عندهمش الknowledge اللي هُم يدّوه لك يفيدوك في حياتك. وهيحبطوك. كله في ناس هتلاقيها بتحبك وعايزة مصلحتك، أنا فاهم، ولكن ممكن يودّيك في داهية وأنت مش عارف، أو هو مش عارف اللي هو هيودّيك في داهية، ده اللي هو شايفه أو هو ده اللي مَر بيه، أنت فاهمني؟ فأنت آه. لازم يكون عندك vision تختار أصلًا الناس اللي بتسمع لها، والناس يعني ما تأثّرش فيك، وتركّز على الgoal بتاعك، وإن شاء الله ربنا هيراضيك وهتوصل، طول ما أنت بتسعى ربنا هيراضيك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اسعى يا باشا وربنا هيكرمك، خُد بالأسباب وما تقلقش خالص على رزقك. تمام إن شاء الله. بس تمام، نصيحة جميلة إن شاء الله. طوّلت في النقطة دي، بس هي حقيقي مهمة جدًا، جدًا، عشان أنا الحقيقة وصلت لحاجات في وقت وصلت لحاجات كتير في وقت قليل، اللي هو وفي حاجات ما كانتش راضية تضبط، فأنا فكّرت كتير إن أنا أبطّل خلاص بقى موضوع البرمجة ده وأقفله خالص، إمم. أشوف أي حاجة تانية، ويعني أوقات كتير باكون خلاص أنا على آخري وضعفت ويأست وخلاص وشايف الدنيا سودا. وشايف السوق أسود، وشايف الAI وهياخد وهيعمل شغلي وهيستبدلني وخلاص، واللي هو الحاجات اللي أنا اتعلمت بقى لي شهور فيها بقى بيعملها في 5 دقايق، اللي هو طب أنا هاعمل إيه؟ أنت فاهمني؟ أيوه أنا فاهم، ولكن فاهم الفكرة. هو لازم يكون عندك ثق بالله، وربنا هيكرمك مش هيضيّع تعبك، أصل ربنا مش هيحطك في الtrack ده ويعمل معاك كل ده ويسيبك،
يعني هو ربنا ما سابكش امبارح، هيسيبك دلوقتي أو بُكرة. فال أنا ف فاهمك آه. فالموضوع هو على قد ما هو صعب والسوق كل شوية بيتغيّر، بس أنت نفسيتك الmindset بتاعتك لو مش قوية، فيعني ما أظنش إن أنت هتكمّل في المجال ده، واقفل ودانك على الناس اللي هي بتشكّك فيك وبتهبط فيك. اقعد مع الناس اللي already وصلت للحاجات اللي أنت عملتها، وأنت يعني مش هتعمل حاجة ما حدش عملها، في ناس كتير ربنا كرمهم ووصلوا للحاجات دي، فأنت يعني هم مش أحسن منك في حاجة، فاهمني؟ بالضبط آه. فأنت بس بتفكّر وبتفلتر أفكارك وبتشوف الدنيا على حسب منظورك أنت. وبس يعني وربنا يكرم الجميع ويوفّق كل الناس، بس يعني دول أهم حاجات لازم تركّز عليها في حياتك، ويعني بالذات اللي هي الشركات الكبيرة مايكروسوفت، أمازون، IBM. دي كانت هتغيّر من مجرى حياتي، ولكن أنا اتعلّمت، يعني أنا فوّضت أمري لربنا واللي أنا اتعلّمته، ومن بعديها برضه اتعرّفت على ناس كتير كويسة جدًا. وLinkedIn نَفْسه فتح لي فرص أنا ما كنتش متخيّلها، يعني وناس كتير اتعرّفت عليها من خلال الCircle، ويعني ساعدوني كتير الحقيقة، ساعدوني كتير في الmentality بتاعتي أصلًا. آه بالضبط. آآ فأنت ما تخافش يا بطل وإن شاء الله ربنا هيكرمك، أنت بس شِد حيلك وربنا كريم يعني. إن شاء الله بإذن الله. إحنا كده وصلنا لنهاية الحلقة، كانت حلقة جميلة جدًا يا مصطفى، وأنا شخصيًا استفدت والله منّك من تجارب الinterviews وحتّة التقديمات دي. أنا كده هاخد الCV بتاعك عنيّا ليك والله يا باشمهندس. فإن شاء الله يعني تكون الناس تستفاد من الحلقة، وإن شاء الله يعني ما تكونش آخر مرّة ونعمل حاجات بإذن الله، الفترة بإذن الله وهنعمل حاجات تانية كتير، وكنت عايز بس أشكر أهلي، وعايز أشكر خالي منتصر، وباشمهندس عصام، وطبعًا والدتي. وعايز أشكر والدي وتيتة حبيبتي ربنا يبارك في عمرها ويخليها لينا، وخلاني وخالاتي وعمامي وكل شخص في عيلتي ربنا يخليهم لينا، وبجد ممتن يعني جدا ليهم لأنهم ساعدوني كتير جدا في صدقت فيا إن أنا هوصل في يوم من الأيام. لأني أنا نفسي ما كنتش عارف إن أنا هوصل، وما كنتش واثق في نفسي كفاية، فشكرا بجد ليهم. يعني أنا مش مصدق يعني أنا حاليا اللي أنا فيه دلوقتي ده حلم كنت فيه من سنتين. كان بالنسبة لي أنا عايش دلوقتي الحلم، فالحمد لله ربنا كريم. فأنت اعمل اللي عليك وربنا هيكرمك، فأنا عايز أشكرهم اللي هم بجد صدقوا فيّا، واللي هو إن أنا أقدر أغيّر حاجة أو أعمل حاجة، وإن شاء الله يعني أكون عند حُسن ظنهم ونكسّر الدنيا أكتر وأكتر. إن شاء الله بإذن الله. وشكرًا ليك يا باشمهندس، والله واللقاء كان كويس وإن شاء الله هيفيد الناس، إن شاء الله بإذن الله. وبجد شكرًا جدًا على وقتك. العفو يا مصطفى، مع السلامة. مع السلامة.